موضوع النهاردة العلاقات وتأثيرها. صباح الخير. العلاقات بين الأب والأم، العلاقات بين الأب والأسرة، العلاقات بين الأم وعيالها، العلاقات بيننا وبعضينا كلنا. أي علاقة بتبقى جميلة مبنية على أسس سليمة، على ناس أسوية، على ناس بتعرف تتعامل مع بعضيها، على ناس بتقدر يعني ايه علاقة. علاقة الأب بأطفاله دي حاجة، وعلاقة الأم بجوزها دي حاجة، وعلاقة احنا كلنا مع بعضينا سواء في الشارع، في الشغل، في المدرسة، في السوبر ماركت، في أي مكان. كل حاجة وليها حاجة. العلاقة السوية بتبدأ من الشخص نفسه. لو الشخص ده سوي نفسيا هتلاقي معاملته مع الناس كويسة، اسلوبه كويس، طريقة كلامه معبرة انه هو حد عارف بيقول ايه. محدش بيتكلم كلامه طالع وخلاص، لا، انت عارف ان انت لما بتتكلم كلمة عارف هي رايحة فين وبتعبر عن ايه وتقصد بيها ايه. علاقتنا بولادنا في البيت، ودي اكتر حاجة انا دايما بلمسها في الفيديوهات اللي بنزلها. يا ترى انت علاقتك ببيتك ايه؟ علاقتك بولادك ايه؟ علاقتك باللي حواليك ايه؟ بص لنفسك. لو انت فيك حاجة مخليها العلاقة دي فيها مشكلة، لا، انا اقعد واصلح واشوف ايه المشكلة اللي انا بعملها دي، واحاول ان انا اخليها تبقى كويسة. وليكن ان انت علاقتك في البيت متوترة بينك وبين اطفالك، بينك وبين مراتك، بينك وبين اي حد. طيب مش هيبقى على طول، لا، في حاجة هنا غلط. طب ايه الصح؟ انا اشوف ايه الغلط اللي فيا واصلحه. علاقتك بالاطفال في البيت سواء كانت زعيق، شتيمة، اوقات بتبقى نظراتك مش نظرات مش حلوة، يعني ولكن زي اللي هو قرفان من نفسه وقرفان من اللي حواليه. لا، معلش يعني اسمح لي، اذا كانت دي علاقتك بنفسك، طب واللي حواليك ذنبهم ايه؟ انت حاول تصلح نفسك الاول علشان تقدر الناس تتعامل معاك. خليك ايجابي وخليك سوي نفسيا. كام خطوة كده لازم تمشي عليهم. لو انت علاقتك في البيت مش حلوة، اضمن ان كل اللي في البيت هيطلعوا ناس غير اسوية وهيعاملوك معاملة مش حلوة. دي طب لكل فعل رد فعل. اولا معاملتك لاطفالك، الحنية، لو انت حنين عليهم، لو انت بتاخد وتدي في الكلام، لو انت بتصبر على اللي قدامك لحد ما يخلص وانت ترد عليه، دي حاجات حلوة. لكن تبقى متسرع في الرد، تبقى انسان غلط، تبقى صوتك عالي، بتشتم، نرفوز،